بتعترف له بحبها ليه وهو بيتجاهلها وبيتريق عليها، فبتضطر انها تكلم دكتور كيميائي يساعدها ويديها تركيبة تحوله بيها لعقلة اصبع. ولما بتحول لعقلة اصبع بتوريله العذاب الوان تقريبا بتعيشه في جهنم الحمراء. قدمت لكم يا اصدقائي قصص كتير عن عقلة الاصبع، اتمنى اللي ما سمعهاش يروح يسمعها. زوجة بتتحول لعقلة اصبع ورجل وزوجته بيلاقي عقلة اصبع طايرة، اتمنى تروحوا تسمعوها. ده الدكتور الكيميائي بيديها التركيبة عشان تروح ترشها على صاحبها اللي هي مغلولة منه، وفعلا هترشها عليه وهي واقفة بيكلم معاها ومش مديها اخوانه خالص، وهيتحول فعلا لعقلة اصبع. وفي الثانية دي هتقرر تتخلص منه وتسيبه يواجه مصيره قدام عربية ويموت، ولكن ضميرها هيأنبها وهتاخده معاها البيت. ولما تاخدوا البيت هتقرر تحطه في درج الكومودينو وتقعد تتكلم معاه وتفهمه ان ما ينفعش حد يشوفه، وهي طبعا بتضحك عليه. هتحط له اكل، ولما تحط له الاكل هتحط له الفار معاه علشان تخوفه وترهبه بالفار، وهو طبعا هيخاف ويطلع يجري. عذاب الوان، بتوريله العذاب الوان. هتحط له الفار وهو هيخاف وهيترعب جدا، وهي قصده تعمل كده، عايزه توقف له قلبه. وهترجع تتلجلج وضميرها يأنبها ان هي قافله عليه درج المكتب وبتعذبه، بس هترجع تاني للحالة اللي هي فيها لانها مغلولة منه بجد، وهتعامله معاملة وحشة جدا، وهتقول له انت تستاهل المعاملة اللي انا بعملها لك، انت اخرك معايا كده معاملة وحشة. وهتزقه بايديها وتوقعه على الارض، تعذيب تعذيب. وهتجهز له نومته في درج المكتب وهتصحيه على صوت مزعج جدا، وهتبقى قصدك كل اللي هي بتعمله وهي اساسا بتعذبه. وطبعا هتقول له ان هي هتسيبه وهتحميه في طبق، وهتقول له انت هتقعد معايا على طريقتي انا هلعب بيك، وهتلعب بيه يا اصدقائي مش هتلعب معاه. هي فاهمه ان هي هتلعب معاه. واحده واحده هيبتدي يصعب عليها وهتحبه، وهتقابل الدكتور الكيميائي وتقول له انا عايزه ارجعه تاني. هيديها تركيبه وهيقول لها انا مش ضامن ان كانت هترجعه ولا مش هترجعه، وهي طبعا بتستغرب. بتروح تدور عليه ما بتلاقيهوش، بتلاقيه غير مكانه، فبترجع تتضايق منه تاني وبتبقى عايزه تتخلص منه. بتفكره نستغنى عنها ومشي. بترش التركيبة على الورد يعني خسارة فيه، وبتعذبه زي ما كانت بتعذبه في الأول، والتعذيب بيزيد أكتر. دي بني آدمة مريضة ومغلولة منه بجد. وبتقرر ترش عليه مادة بتدوخه، وطبعا هو بيدوخ ما بيبقاش قادر يمشي، وبتاخده معاه المدرسة وبتعلقه في الميدالية بتاع التليفون، واصحابها بيشوفوه بس هي بتحاول تخبيه علشان ما ياخدوش بالها منه، وتحطه على التليفون وتشغل الهزاز. بتمرمطه اخر مرمطة وبتهدده ان هي هتشغل السيفون وتنزله في المية بتاعة الحمام. وطبعا واحدة صاحبتها هتشوفها وهي بتعمل العمايل دي وتقرر انها تساعده، وهتروح تحكي للدكتور بتاع السيشن في الجامعة بتاعتهم. وطبعا هي هتشوف كل ده، بس خلاص هي اتخلصت منه في قعدة الحمام، وخلاص فات الأوان على إن هي تنقذه. أتمنى القصة تكون عجبتكم، واضغطوا لايك واشتركوا يا أصدقائي ونوروني بوجودكم، والسلام عليكم.